اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه افضل الصلاة وازكى السلام. النهارده يا حبايبي جايه لكم بفيديو مختلف جدا. عايزين نعرف هل الموز بيتخزن ولا لا، ولما بيتخزن ايه استخداماته، وهل هو كويس لما بيوصل لدرجة اللون ده ولا لا. اول حاجة معانا ده موز بلدي صغير بيتباع رخيص جدا، فبنجيبه نقدر نخزنه مفيش اي مشكلة، بس ليه شروط معينة. اول حاجة ان الموزة لازم تكون سليمة، ما يكونش فيها حاجة. الاسمرار ده بيدي دليل ان هي استوت مستوية قوي، يعني انها ما تقعدش اكتر من كده، لكن مش بايظة ومش مش سودة من جوه ومش مهروسة. طبعا انا هوريكم دلوقتي، يعني انا اقطع موزاية اهي قدامنا. بصوا حبايبي اهي، شايفين الموزاية مستوية معانا، مش بايظة ومش مهروسة، وفي دي درجة سوا وفي برضو درجة سوا تاني زي كده اهو. شايفين الموزاية زي الفل وبتلمع وجميلة معانا ازاي. الموز ده الدرجة دي اللي نقدر نخزنه. هنخزنه ازاي يا سوزان؟ وبعد ما نخزنه ايه الاستخدامات اللي نقدر نعملها بيه، وايه الاستخدامات اللي نقدر نعملها بيه وهو كده من غير تخزين. وهو كده تقدري تقشريه تمام وتعملي بيه احلى كيكة، يعني تقدري تعملي بيه كيكة جميلة وسهلة هوريكو، وتقدري تخزنيه هوريكو برضو. دلوقتي انا هوريكم الكيكه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. دي كيكه المكرمله بالموز، تحفه يا بنات، طالعه بجد حلوه جدا، طالعه ملهاش حل. احنا عملنا كراميل اهو يا حبايبي زي ما انتم شايفين كده. بصوا الكيكه بتاعتنا طالعه جميله جدا. بنكرمل كراميل عادي جدا ونقطع الموز ونعمل الكيكه بالموز. هطلع لكم الوصفه وهسيبها لكم في فيديو منفصل عشان ما اطولش عليكم. وعاملين كمان كب كيك موز هوريه لكم دلوقتي اهو، هو لسه في الفرن. بصوا حبايبي كب كيك الموز اهو لسه معانا في الفرن اهو، لما يطلع هوريه لكم برضو. وطبعا كلنا عارفين ان احنا نقدر نعمله موز باللبن كعصير، بيطلع حلو جدا ومغذي، ونحط له سنه قرفه. كل الحاجات دي هعملها لكم بطريقه مظبوطه، كل حاجه في فيديو منفصل. لكن هل بقى بيتخزن ولا لا؟ هنيجي على التخزين اهو. بصوا اهو بنقشر الموز ونرصه في كيس تمام، ما يكونش في داخل فيه اي هواء كده اهوت، ونقفله. لو عندك مكنه شفط الهواء من الاكياس بيبقى يا ريت، انا ما عنديش، فانا فرغت الهواء حلو قوي ورصيته بالطريقه دي. بصوا انا اسمر مني شويه علشان انا استنيت عشان اوريكم الفيديو، لكن انتوا هترصوا وتشيلوا في الفريزر على طول، هيبقى ابيض وزي الفل، مش هيسمر منكم. الاكياس دي كلنا عارفينها، بتتجاب من السوبر ماركت او من عند مستلزمات الاكياس اهيت، مش غالية وبتبقى حلوة وجميلة وبتتقفل بطريقة محكمة، مش هتدخل ولا اي تلج ولا اي هواء ولا اي حاجة. طبعا انا زي ما بقول لكم هو كده اسمر معايا شويه على ما انا ما جهزت ان انا اصور لكم الفيديو، لكن انتوا هترصوا وتشيلوه مباشره في الفريزر، هيطلع يستخدم مباشره برضو، مش هنستنى لما يفك، لان لو استنينا لما يفك هيسمر. احنا هنستخدمه وهو مثلج، هنستخدمه في العصير وهو مثلج، هنستخدمه في الكيكات، هنستخدمه في ايس كريم، اي حاجة هتبقى زي الفل معانا. بس زي ما قلت لكم نفرغ منه الهواء ونحطه في الفريزر اول ما نرصه علشان ما يسمرش. يا رب يكون الفيديو عجبكم واستفدتوا من اللي قلت لكم عليه النهارده. كنتم مع سوزان بنت عز.